ثاني حادث إطلاق نار جماعي في مدرسة خلال يومين. أطلق فيه النار طالب لا يتجاوز عمره 14 عاما، أطلق النار داخل مدرسته. جوج مراهقين جاهم من الملل وهما يفكروا خارج الصندوق، هزوا السلاح ودخلوا للمدارس تاعهم اللي بان لهم كيهبطوا عليه بهاد شوط. والمشكله تركيا كاع ما كيدور فيها السلاح، ماشي بحال امريكا. نبداو من الاول، نهار 14 ابريل في جنوب تركيا واحد التلميذ طردوه من المدرسه بسبب الغياب والنقاط الخايبه اللي كان كيجيب. تما غادي يحقد على المدرسه كامله وبدا كيخرج بوست في انستغرام باللي غادي ينتقم منهم كامل. المدرسه علموا البوليس وحطوه في الحراسه النظريه، ونهار 2 ابريل طلقوه. المهم حبيبنا نهار 3 قال مع راسو الراجل هو الكلمه، وهو يجيب واحد الشوط غان منين الله اعلم. دخل لديك المدرسه اللي بان ليه كيهبط عليه القرطاس عنده بالزايد، كاع ما كيضرب ليه الحساب. واللي حسن الحظ 16 واحد كلهم غير مقصحين، حتى واحد فيهم ما مات. وواحد اللقطه دايره البوز ديال فاش تيرا على واحد الاستاذ وزقلو، ولكن جرحو مهم الزهر كان لعب معاهم وصافي. كون فكر غير شويه كندوز هو الولد جنيد باش يتعلم كيفاش يتيري بالسلاح، تما يتعلم السلاح مزيان، ولا كون لعب بابجي ولا فري فاير. للاسف الوحيد اللي مات هو هاد حبيبنا، حيت فاش جاو البوليس حبيبنا اصلا طال عليه الحياه في راسو وتيرا في راسو. ندوزو دابا النهار الاربعاء، للاسف هاد خونا قتل 11 واحد. المهم هاد الاخ سميتو عيسى وعنده غير 14 عام، كيقرا في الثامنه تقريبا. بابا بوليسي يعني عرفناه منين جاب السلاح، يكون شفرو لباه. المهم حتى هو نفس الطريقه دخل المدرسه، وللاسف قتل 9 ديال التلامذ واستاذ واحد وقتل راسو، يعني في المجموع تقتلوا 11. والله يرحم 10 منهم. دابا هادي كتعتبر اكثر لحظه مأساويه في تركيا، والناس داخلين واحد الوضع حزين بحال الشكل اللي وقع لنا في زلزال الحوز، الله يرحمه. ندوزو دابا الاغرب في هذا الشيء كامل. البوليس فاش خداو التليفون ديال الدري اللي قاتل وبداو كيقلبوا فيه، لقاوه مقاد واحد الليسته ديال كاع التلامذ اللي كان عندهم معاه مشكل اللي سماها جيفت ليست. يعني هاد خونا هذا ما كيضحكش. دابا ندوزو منين جاب السلاح. ناضوا البوليس داروا التحقيق مع الاب ديال هاد الدري، بدا كيخرج ويدخل معاهم في الهضره، وقال لهم بلي انا السلاحات كنت مخبيهم في واحد الصندوقه وولدو هرزها بالقوه. وهنا فين غادي تكون الصدمه، التليفون تاع ولدو لقاو فيه مصور بالسلاحات وكيدير فيديو كيتعنى بالسلاحات ديال باه. المهم هنا فين وصلت القصه ديال هاد الدراري، والله يرحم اللي ماتوا في هاد الواقعه في تركيا. ماذا بكم لي زابوني ومالغري تو جاني تو، تهلاو بزاف، يرحمكم والسلام عليكم.